طب زين دكتور، احنا يعني بعد الإصابة مني اللاعب يسوي خلينا نقول عملية جراحية كبرى. نعم. كوقت خلينا نقول معدل طبيعي اللي أغلب اللاعبين يرجعون عليه. طبعا أنا ما أحكي لك على المستوى الأوروبي ولا على مستوى اللاعب خلينا نقول الخارج القطر العربي، أحكي لك على مستوى المحلي. نعم. بالعراق. نعم. على مستوى المحلي اللاعب ايش قد يقدر يرجع الوضع الطبيعي إذا كان التأهيل مالته صحيح، إذا كان علاجه صحيح، إذا كان نظام الغذاء صحيح، ايش قد فترة يقدر ويرجع يلعب مثل قبل. هنا لازم انا اعرف نوع الاصابه شنو. الاصابه انا قلت لك قطع بالرباط الصليبي. اذا قطع بالرباط الصليبي الامامي على الاقل يحتاج، يعني هي تقريبا اقوى اصابه، هي اقوى اصابه طبعا، اي تقريبا اقوى اصابه هي موجوده بجسم اللاعب. لاعب كره القدم. هنا نرجع ممكن انه هنا حسب الدراسات العلميه، اكو دراسات تقول يرجع ب6 اشهر، اكو دراسات علميه تقول يرجع من 6 إلى 9، اكو دراسات علميه لا يقولون يرجع من 9 إلى 12 سنه. علميه بس الواقعيه الواقع الافضل، يعني الافضل للاعب اليوم انت تدور على احسن لاعب. ليش؟ يعني اللاعب خطي، يعني بدا انصاب، من انصاب يعني صار عنده استنزاف بيمن، استنزاف مادي، يعني هاي كلها فلوس وكذا، مرحله التاهيل فلوس، ومرحله العلاج فلوس، ومرحله التداخل الجراحي هاي كلها مبالغ ماديه، وبالتالي صار عنده استنزاف مادي. بعدين من الاستنزاف المادي يستغل الاستنزاف الذهني، يفكر بالاصابه، ما يلعب، جماعته يلعبون يعني بالملعب، يعني يجي بس يشاهد ويرجع، يصير عنده ملل، عدم رغبه كذا. فهاي كلها الامور هاي ايش قد تطول عده؟ تطول عده تقريبا مرحله التاهيل 6 اشهر. هنا شو نقول له احنا؟ نقول له انت هذا التعب اللي تعبته خلال فتره 6 اشهر بعد زيده بعد شهرين 3. واحنا مثل ما يعني حكينا بالبدايه انه دير بالك من عوده الملعب، العوده للملعب دير بالك. عوده العضو المصاب ما عندنا مشكله به، رجع العضو المصاب الى وضعه الطبيعي، بس دير بالك من تاهيل العوده للملعب. مو ترجع للملعب تقول انا زين وصرت زين وترجع، ترى ترجع نفس الاصابه. وهاي صارت على مستوى يعني منتخبات وطنيه مثل مهند ميمي، مرتين رجعت عنده اصابه الرباط الصليبي الامامي. السبب انه رجع للملعب، سبب رجع للملعب يعني بدون شلون حنقول احنا يعني بشكل علمي. نعم. زين دكتور، قوه اللاعب البدنيه والتمارين، يعني من ينصاب اللاعب بهاي الاصابه تكون شفيعه له بعد الاصابه يرجع بشكل يعني خلينا نقول مبكر لو ما لها علاقه بالموضوع. كابتن استاذ علي، اساس الالعاب كلها هي القوه البدنيه. اللاعب اللي ما عنده قوه بدنيه معرض للاصابه في اي وقت. صحيح. اكو بعض اللاعبين، انا اتذكر تحياتنا يعني الخاصه لكابتن ضياء عبد النبي، ضياء يسوي مع تداخل جراحي، عنده قطع بالرباط الصليبي الامامي، بس عضلته الاماميه كلها زينه، يعني عضلاته كلها زينه، محافظ على وضعه طبيعي من ناحيه القوه العضليه. فمن شاف الدكتور قال له انت تقدر تلعب على اليمن، تقدر تلعب على القوه البدنيه اللي موجوده عندك بالعضلات الاماميه والخلفيه اللي موجوده. وبالتالي يعني ما سوى عمليه، لا سوى عمليه وكمل ضياء عمليته، لكن قال للطبيب قال له ما شاء الله يعني القوه العضليه اللي موجوده عندك جيده. فاحنا يعني ننصح لاعبينا خصوصا لاعبين الفرق الشعبيه، لاعبين الاكاديميات، حتى الاكاديميات مرات احنا نبتعد عن القوه العضليه. اساس الالعاب واساس لاعب كره القدم في كل الالعاب هي القوه العضليه. يعني يا ريت انه هاي رساله لكل المدربين وكل يعني اللاعبين انه يثقفون لاعبيهم على الدخول صالات القاعات الرياضيه. احسنت. اي على الاقل يعني يومين بالاسبوع، يعني ضمن المنهاج التدريبي الموجود. دكتور